عايزه اقول لكم على اكتر الدرامات الكوريه الهيلي او اللي بتحسوا انها بتطبطب عليكم كده. اول واحد سمر سترايك. وسمر سترايك ده يا جماعه عايزه اقول لكم انه من اكتر القصص اللي عجبتني جدا وحسيت ان انا حاسه بيها جدا جدا جدا. هي عباره عن واحده بتشتغل في المدينه عادي جدا، وبعد كده بتزهق من الشغل وبتتعب من الشغل وبيحصل لها حوارات كتيره قوي، وبتقرر انها تسيب كل حاجه وتروح تعيش في قريه صغيره. وبيوروا لكم بقى قد ايه هي لما راحت تعيش في القريه الصغيره دي هي حست براحه، وحست ان كل الستريس ده راح. وفي الاخر خالص يا جماعه وصلت انها بقت بتشتغل انها بتروح تبيع لبن، وكانت في قمه سعادتها. حسيت اللي هو انا عايزه اعيش الشغلانه دي قوي، اسيب كل حاجه واروح اعيش ابيع لبن. القصه من الحاجات الهاديه اللي تخليكم تحسوا ان عايزه اعيش حياه ستريس فري. يا سلام. تاني واحد هوم تاون تشا تشا تشا. واظن يعني ان انا اتكلمت معاكم كتير قوي على هوم تاون تشا تشا تشا. انا بالنسبه لي اكتر حاجه بحسها في هوم تاون تشا 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 ان انا علشان ممكن انا عشان انا دكتوره سنان وهي برضو البطله دكتوره سنان، فدي اكتر حاجه ممكن انا حاسه بيها، وعشان كده اتس فيري ريليتابل ليا جدا. وهي واحده برضو كانت عايشه في المدينه وبيحصل لها مشكله كبيره جدا وبتروح تنقل تعيش في قريه، وفي القريه دي بتفتح بقى عيادتها وبتكتشف بقى الحياه في القريه عامله ازاي. بجد المسلسل ده بيوريكوا قد ايه حياه الناس في القريه حلوه. انا بقيت بعد المسلسل ده يا جماعه بدور على كل المسلسلات اللي فيها حياه القريه والناس اللي قلبها على بعض والناس اللي بتحب بعض. المسلسل ده بعد ما اتفرجت عليه كان من اوائل المسلسلات اللي أنا اتفرجت عليها في الدراما الكوريه، وحسيت اللي هو بعد ما خلصت الدنيا لسه بخير. عارفين الاحساس ده قوي؟ فتحسوا ان المسلسل طبطب عليكوا، حاسس بيكوا قوي، وهو بقى رومانتك وكوميدي وفيه شويه دراما كده في النص. بس بجد من المسلسلات اللذيذه جدا والحلوه قوي. تالت واحد It's okay not to be okay. والمسلسل ده يا جماعه هو مش حلو عادي، لا لا لا، هو حلو حلاوه مش طبيعيه. هو عامه مين ليه هو عباره عن 3 اشخاص هما المين، وكل واحد من الشخصيات دي كل واحد اتربى بتروما معينه او كبر بتروما معينه، وازاي بعد كده في المسلسل بيبين لكم ان عادي لو الواحد ما يبقاش كويس، اتس اوكي، ايه المشكله يعني؟ فدي حاجه حلوه قوي. ولما كل واحد يعرف ايه المشكله اللي عنده وان هو يشتغل عليها، وان هم الناس دي تلاقي بعض، بتحسوا انه حياتهم اتغيرت خالص. والمسلسل ده يا جماعه فيه اصل بحبها قوي، لازم تسمعوها. هحاول احط لكم حته منها كده في الفيديو عشان تسمعوا قد ايه الميوزك والاغنيه حلوه قوي. رابع واحد 1988. وده يا جماعه تعتبر ما فيش حد ما اتفرجش على المسلسل ده ما حبوش او ما وقعش في غرامه. المسلسل ده حلو قوي، متصور في جيل الثمانينات، فهتشوفوا بقى ان ازاي مفيش سوشيال ميديا، مفيش كل واحد بيقلد التاني يعمل حاجة. تلاقوا الحياة بسيطة، هي عبارة عن ناس عايشين في نفس المنطقة وهم كلهم جيران في بعض، وتشوفوا بقى حياة الجيران في بعض عاملة ازاي. حد ناقصه حاجة يروحوا يدوله أكل هو محتاجه. فكرة الجيرة وفكرة الناس دي اتربت مع بعض، وان هم يخلصوا مثلا مدرسة يروحوا يتغدوا مع بعض، وان هم ييجوا بالليل يتفرجوا مع بعض على مسلسل او يتفرجوا على فيلم او يتفرجوا على حاجه معينه، او يلعبوا مثلا، طبعا ما كانش فيه بلاي ستيشن قوي، كان اتاري ساعتها، ويروحوا يلعبوا جيمز دي مع بعض. فبيوريكوا حياه البسيطة الهادية اللي ما فيهاش سوشيال ميديا، اللي هي ستريس فري. ويوريكوا الحياة ازاي الناس الجيران كان قلبها على بعض وبيساعدوا بعض ورايحين يخرجوا هنا مع بعض، تحسهم ان هم عيلة يا جماعة مش مجرد جيران وبس. فبجد المسلسل ده من اكتر المسلسلات الهادية اللي تحسوا الدنيا كانت حلوة قوي زمان. وخامس واحد هو كيل مي هيل مي. وكيل مي هيل مي ده يا جماعة من أعظم الدرامات. المسلسل ده يعتبر بيناقش مرض كبير جدا، واللي هو تعدد الشخصيات التفارقي اللي هو DID. ورغم ان هو يعتبر ميديكال او بيناقش حاجة كبيرة او تقيلة قوي، بس المسلسل ده اتعمل بطريقة حلوة جدا جدا جدا. وبجد يعني كان كوميدي وبيضحك، وجابوا الشخصيات بطريقة لذيذة وبسيطة. رغم ان انتوا لو ركزتوا في المسلسل هتلاقوا ان المسلسل تقيل ككونتنت نفسه. وبجد المسلسل حلو وتحس ان انتوا بيطبطب برضو عليكم. والمسلسل ده بيوريكوا قد ايه ان واحد بسبب حصل له تروما كبيرة قوي او شاف حاجة تروماتايزنج لحد، خد التروما دي على نفسه وبقى عنده زي انفصام في الشخصية. كان بجد المسلسل ده من اكتر المسلسلات اللي حلوة قوي.
وبجد هو خطير خطير خطير. وطبعا مش قادره اتكلم على البطل جي سونج، لان جي سونج ده بالنسبه لي من احسن الممثلين. مفيش تقريبا مسلسل واحد جي سونج هو البطل بتاعه وتلاقوا ان المسلسل خيش او طلع اوت. لا بجد كل مسلسلاته يعني هادفه، كل مسلسلاته حلوه، كل مسلسلاته خطيره، بيجسد الشخصيات تحفه تحفه تحفه. فلو حد لسه ما اتفرجش على كيل مي هيل مي فانتوا لازم تتفرجوا عليه. وفي شخصيه انا بحبها قوي واللي بسببها اتفرجت على المسلسل ده، كانت لقطه صغيره طلعت لي من شخصيه يونا. ودي شخصية يونا يا جماعة. لو انتوا عايزين بقى بارت 2 من ايه اكتر مسلسلات اللي بتطبطب عليكم او مسلسلات اللي بتهديكوا او هيلينج او سوذنج كدراماز، اكتبوا لي في الكومنتات.